نلتقي بكم في كل الملاعب، هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحة هيقول كلام والرياضة كمان. انتظرونا في حلقة جديدة وبرنامج صحتك في لعبتك. والصحة والرياضة في برنامج صحتك وفي لعبتك. بنلتقي وأحد البراعم في لعبة الكاراتيه. نتعرف فيك؟ محمد. محمد ايه؟ محمد هاني. مش بطل بقى الكاراتيه كده بيعلي صوته كده يبقى صوته عالي كده؟ محمد هاني. محمد هاني. محمد عندك كام سنة؟ 10. 10 سنين. في سنة كام؟ الرابعة. سنة رابعة. بتمارس الكاراتيه من امتى؟ ايه؟ بتمارس الكاراتيه من امتى؟ يعني بقالك كام سنة يعني كده؟ دخل على دلوقتي سنتين. ليه بقى الكاراتيه؟ اخترت الكاراتيه ليه؟ عشان بدافع عن نفسي. يعني انت داخل الكاراتيه عشان تدافع على نفسك ولا عشان تمارس رياضة؟ عشان الرياضة وادافع عن نفسي. رياضة والدفاع عن النفس وتاخد بطولات برضه. طيب الكاراتيه اضاف لك ايه؟ ممارسة الرياضة وخاصة لعبة الكاراتيه اضافت لك انت ايه؟ ليه؟ اسمي. بالنسبة لك لصحتك لنشاطك. اسمه ما تخلينيش بطل يعني؟ تخليني بطل بتنام بدري ولا بتسهر؟ لا، بنام بدري. وبتذاكر؟ نفسك تكون ايه؟ ايه؟ نفسك تكون ايه اما تكبر؟ يبقى ظابط. البطل طبعا بيعرف نفسه بيقول اسمه على طول كامل، يعني ايه بقى؟ محمد حسنين. كتير قوي. زياد ممدوح. محمد حسن ايه؟ زياد بتمارس الكاراتيه من امتى؟ بقالي 6 سنين. 6 سنين. ليه انت عندك كام سنه؟ عندي 12. يعني من سن 6 سنين وانت بتمارس الكاراتيه؟ اه. انا شايف انك انت لابس حزام بني. معاك حزام بني؟ يعني خدت بقى يعني عشان برضو المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي تشرح لنا اول حزام لغايه الحزام البني توصل له كام حزام بقى؟ ابيض. ابيض واصفر وازرق واخضر وبني اخضر، بعدين اسود، بعدين بقى. بتمارس انت الكاتا والكوميتيه؟ مارست الكوميتيه؟ اللي هو القتال. دخلت بطولات؟ مش ايه البطولات اللي دخلتها؟ بطولة الجيزة حققت فيها حزام ولا حققت فيها مركز؟ جبت المركز التاني. ده انجاز كويس ليك يعني. طيب الكاراتيه ليه الكاراتيه اللي اخترته يعني؟ هل اخترته ان انت كنت بتقعد تتفرج على التلفزيون فشفت افلام فيها كاراتيه وبتاع فقلت امارس الكاراتيه؟ عشان ادافع عن نفسي. تدافع عن نفسك بس ولا تمارس رياضه وتتقدم فيها؟ لا، امارس رياضه. يعني مش دفاع عن النفس بس. يعني في المقام الاول لاعب كاراتيه تحقق فيها بطولات وبعد كده الدفاع عن النفس. انت شايف مصر ايه في الايام اللي جايه والثوره بعد الثوره؟ يعني خير ان شاء الله جاي قدام يعني. ان شاء الله. طيب كلمه تقولها للي ما بيمارسوش رياضه من خلال شاشه قناه صحتي تقول لهم ايه؟ نخليهم يمارسوا رياضه عشان يبقى جسمهم حلو ودافع عن نفسهم. بنلتقي في فقرتنا ديت مع صانع النجوم، صانع نجوم المستقبل ان شاء الله، الكابتن شريف جمعه المدير الفني لفريق الكاراتيه. اهلا بك كابتن شريف. اهلا وسهلا بك يا فندم. كابتن شريف، عايزين نعرف منك بقى كده بدايتك في الكاراتيه وليه اخترت الكاراتيه، وبدايتك كده من كام سنه بدات الكاراتيه يعني وانت عندك كام سنه؟ انا بادئ ان شاء الله كده من 9 سنين بالظبط، كان 79 وحصلت على الأحزمة، لأن لعبة الكاراتيه دي بالذات بالنسبة لي لعبة حلوة جدا، دفاع عن النفس وطبعا اليد الخالية. لعبة جميلة لأي حد يلعبها. أنا بالنسبة لي حصلت على بطولات كتير جدا، حتى في سنة 84 كنت حاصل على بطولة الجمهورية المركز الثاني، وابتديت مثلا قعدت فترة في راحة تامة، كان عندي إصابة في رجلي وريحت ورحت راجع تاني للتمرين الحمد لله، وربنا كرمني وحصلت على المركز الثالث برضه في بطولة الجمهورية. الجيزة كنت حاصل فيها تاني. ووصلت مشوارك حتى اصبحت مدربا في النادي اللي انت لعبت له؟ انا نشأت لاعب وبعد كده حصلت ان انا اخش دورات تدريب لحد ما حصلت على دورات تدريبية هنا في منطقة الجيزة محليا بدرجة ممتاز، وحصلت على دورة تدريب دولية التحكيم والتدريب معتمدة من رئيس الاتحاد الياباني ناشياما. كابتن شريف، أهمية ممارسة الرياضة بالنسبة للصحة
وخاصه مثلا الكاراتيه، يعني الرياضه عموما ولعبه الكاراتيه بالنسبه للاعب، او بالنسبه للي ما بيمارسش، يعني نقول حتى اللي ما بيمارسش نقول له ايه؟ لا، هو المفروض ان ولي الامر اساسا لازم يعلم ولاده ان هم يدخلهم رياضه، سواء لعبه الكاراتيه او اي لعبه رياضيه، لانها بتبني الاخلاق جدا والاحترام لاي حد. لكن بالنسبه للعبه الكاراتيه بالنسبه لنا احنا بنبدا نعلم اللاعب الاخلاق الاول. مبدئيا الاخلاق. مبدئيا الاخلاق، لان هي دي مطلوبه جدا، لان عشاس ان الزميل اللي بيخش زميله تاني طبعا ما يعرفوش، بنحاول ان احنا نعرفه عليه، يبقوا في الملعب اخوات، ما يبقوش ده صاحبه وده كلام، لا كلنا هنا اخوات. وفي نفس الوقت ان ولي الامر طبعا بيتعامل معانا كلنا هنا بنعتبر اسره واحده، فبيضطر ان اللاعب يجي يخش بيبقى ايه، ما بيبقاش فيه نقطه خوف او نقطه رعب. بعدين بنبنيه لياقه بدنيه، بعدين نبتدي معاه الاساسيات، بعد كده بنتعامل معاه بالنسبه للاكل والشرب، لان طبعا في اكتريه اولياء الامور بيشكوا. الوجبات بقى ايه الوجبات اللي لازم كابتن شريف يحرص عليها بالنسبه للعيبه بتوعه يعني؟ هو اكتريه اللعيبه ما بتبقاش تاكل، يعني اكتريه اللعيبه مثلا بتيجي ولي الامر بيشتكي مثلا من ان هم ما بياكلوش اي حاجه مهمه جدا زي اللحمه والخضار واللبن بالذات. رغم ان احنا بنبتدي معاهم ان احنا نحببهم فينا احنا، عشان لما بنيجي نبلغهم اي شيء يعملوه غصب عنهم برضه بالنسبه لهم يعملوا اي حاجه. يعني عندي لاعب مثلا بيجي مثلا يجي يقول لي انا ما باكلش، اللاعب بتاعي ابني ما بياكلش، بضطر ان انا العبه، ويعني بنزل معاه لمستواه لسنه، على اساس لما بنزل معاه لسنه بيضطر ايه يقول لي. هو ما بياكلش يا كابتن شريف، فممكن هياكل بقى، هيفرط في مثلا في الطعام يعني، فيفرط في الاكل، فده ممكن يسبب له مثلا سمنه يعني. انا بتابعه من ولي الامر. في برنامج كابتن شريف مثلا بيعملوا برنامج غذائي بيعملوا للعيبه؟ طبعا انا عندي اللاعب لما يجي ينزل مثلا بياكل، لازم على الاقل حاجات كويسه تبني جسمه. في نفس الوقت اهم الوجبات بقى كابتن شريف اللي تبني الجسم وتحافظ على رشاقه الجسم وتحافظ عليه كرياضي وكلاعب. بالنسبه للاعب عشان ياكل يبقى فطاره فطار خفيف، الغدا غدا كويس، بالنسبه للخضار والسلطات والحاجات دي كلها دي مهمه جدا. اللحوم برضو كويس. ما يفرطش في النشويات يعني؟ لا ما يفرطش في النشويات، مش اشكال عندي بالنسبه للنشويات، لان في بعض الناس تيجي تقول لك تخن والرفع والكلام ده كله، لا كل حاجه وليها امكانيات. يعني التخين مثلا بيجي مثلا عشان يجي يلعب عشان يعمل تخسيس، فبضطر الاكل بتاعه بيبقى اضعف. يبقى في برنامج بقى تخسيس مثلا للرياضي، ايه البرنامج المعين بقى للتخسيس يعني برضه عشان المشاهدين اللي هم مثلا وزنهم زايد، عايز يمارس رياضه مثلا وليكن مثلا يمارس كاراتيه، فقلقان من جسمه فعايز ينزل جسمه، ازاي بقى يا كابتن شريف؟ هو الفطار طبعا بيبقى الصبح لبن وبيضه كده وخلاص، على كده ما يزودش اكتر من كده. بالنسبه للغدا سلطات، ما يزودش العيش، نص رغيف او ربع رغيف، حته لحمه، شويه خضار. اهم حاجه في المشوار كله ان هي السلطه دي اهم جدا. ثاني حاجه بالنسبه للعشاء وجباته بتبقى برده خفيفه، جبن ومربى فقط. والتدريبات؟ التدريبات تدريبات عادي، اللياقه البدنيه. يعني في تدريبات معينه للتخسيس برضه يا كابتن؟ لا، الجري الكتير امامي وخلفي، يعني يجري بوشه ويجري بظهره، تمرينات البطن، السرعه، تنطيق نط الحبل، دي مهمه جدا لان كل دول بيساعد لان انا اخسس اللاعب. كابتن شريف كلمه اخيره من خلال شاشه قناه صحتي توجهها لمين؟ بالنسبه للشباب اللي انت عايز توجهها له، شباب اي حد. انا اقول كل ولي امر في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي دوت ان يدخل ابنه الرياضه على اساس انه يقدر يدافع عن نفسه في اي وقت. يعني هو يعني مساله الرياضه الدفاع عن النفس فقط يا كابتن شريف؟ لا مش الرياضه بس، بالنسبه على اساس الاخلاقيا بس. بنواصل رحلتنا ونواصل رسالتنا في صحتك في لعبتك من خلال شاشة قناة صحتي. يعني الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. بنلتقي مع أحد أبطال الكاراتيه، أحد المواهب المجهولة إعلاميا أو المدفونة إعلاميا، وبدورنا إن احنا نشوف التوازن بين الرياضة والصحة، وإن الجماهير وحق المواهب ديت إن المشاهدين يتفرجوا عليها وياخدوا حقهم. نتعرف بيك؟ اسماعيل سيد قاسم. اسماعيل، بدايتك في الكاراتيه من كام سنه؟ من وانا في ثالثه ابتدائي رابعه. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي 15. بتدرس؟ طب نبص الكاميرا بس. بتدرس؟ في سنه كام؟ تانية اعدادي. اسماعيل، رحلتك بقى في الكاراتيه، يعني عايزينك تشرح لنا بقى لعبه الكاراتيه كده والاحزمه اللي بتحصل عليها، يعني حزام ايه وحزام ايه وحزام ايه لغايه الحزام اللي انت وصلت له البني. لعبة الكاراتيه لعبة مفيدة ويعني ما بتضرش الإنسان. الأحزمة بقى اللي أنت حصلت عليها؟
هو في الاول خالص ابيض، ابيض، والتاني اصفر، والتالت برتقاني، والرابع اخضر، والخامس ازرق، والسادس بني اللي انت وصلت له دلوقتي. طيب ايه البطوله اللي انت خدتها، البطولات اللي انت خدتها، او البطوله اللي علمت معاك يعني، اللي انت حسست ان انت فعلا تعبت في البطوله ديت وخدتها؟ الجيزه. خدت مركز اول؟ لا. امال المركز ايه؟ ما انا بقول لك في بطوله انت خدتها علمت معاك، قلت لي لا مركز. انا ما خدت التالت. خدت التالت في بطوله الجيزه. اه. طيب رياضه الكاراتيه اضافت لك ايه من الناحيه الصحيه؟ بتعلمني. لا بقول لك من الناحيه الصحيه اضافت لك انت ايه لجسمك ايه؟ بتنشطني. النفس كويس ولا مش كويس؟ لا كويس الحمد لله. والجسم؟ مية مية. طيب كلمه توجهها من خلال قناه صحاتي للي ما بيمارسوش رياضه تقول لهم ايه؟ يا ان هم يمارسوا الرياضه، يجب ان هم يمارسوا الرياضه لان الرياضه تفيد الجسم. احنا بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. نتعرف بيك. انس محمد عبد الرازق. محمد؟ انس محمد عبد الرازق. انس محمد. انس عندك كام سنه؟ عندي 14. بتمارس كاراتيه من امتى يا انس؟ من انا تانية ابتدائي. من تانية ابتدائي ولا اولى؟ تانية ابتدائي، يعني بقالك سنين بتمارس الكاراتيه. ليه الكاراتيه اخترته يعني؟ لانه في دفاع عن النفس ويفيد الجسم، يعني بيخلي الجسم برضه متواضع. يعني احنا برضو اهم حاجه الجسم، جسم الانسان، ما بنحافظ على جسم الانسان لان ده امانه من عند ربنا فبنحافظ عليه، فبالتالي احنا بنكون سعداء ذهنيا وجسمنا في نشاط يعني. ودفاع عن النفس. طيب انت دخلت الكاراتيه عشان دفاع عن النفس بصراحه كده؟ انت كنت بتتفرج مثلا على التلفزيون، على افلام بتشوف فيها كاراتيه فحبيت الكاراتيه من خلال التلفزيون، ولا من خلال مشاهدتك للرياضه نفسها وحابب انك تمارس رياضه؟ انا حابب ان انا امارس رياضه احسن من مثلا لما العب في الشارع. ممارسه الرياضه تفيد الجسم مثلا، او يعني تخلي الواحد يدافع عن نفسه، ما يضربش. كلمه اخيره توجهها لمين؟ وجهها للجماهير. تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان رياضه الكاراتيه الدفاع عن النفس وهي تنشط العقل والجسم. بنلتقي وابطال الكاراتيه، بنتعرف فيك. عبد الرحمن محمد عبد الله. عبد الرحمن، بدات كاراتيه من امتى؟ من وانا عندي 4 سنين. من 4 سنين، يعني مشوار طويل في الكاراتيه جدا. طب بصراحه اخترت الكاراتيه، كنت في الفتره ديت وانت صغير بتتفرج على افلام فعجبتك بقى افلام الاكشن بتاع الكاراتيه فعشان كده دخلت الكاراتيه؟ انا والدي واخواتي وكده كانوا بيتمرنوا فانا حبيت اللعبه وكانت دفاع عن النفس وكده فدخلت فيها ومارستها. مرنوا كاراتيه؟ يعني على العائله او اسره رياضيه جدا يعني. جدا. يعني فاذا انت خارج اتنشأت في اسره رياضيه. صح. طيب الرياضه بقى بتضيف ايه يعني بما ان الاسره كلها رياضيه؟ حاسس ان يعني الرياضه بتضيف ايه؟ نفس وكل حاجه ودفاع عن النفس واللعبه حلوه وكويسه جدا يعني من خلال شاشه قناه صحتي وبرنامج صحتك في لعبتك عايزين نحبب الناس في الرياضه عشان صحتهم، انت تقول لهم ايه كممارس رياضي ونشأت في اسره رياضيه؟ ما حدش يسيب الرياضه وحاجه مهمه جدا جدا حتى لو المشي. طبعا، والرياضه دي حاجه مهمه جدا جدا ومحدش يسيبها حتى عشان النفس وكده. بتحافظ على الوزن، مفيش سهر، مفيش منشطات وحاجات كتير جدا جدا. طموحك وامنياتك لنفسك ايه على المستوى الشخصي وعلى مستوى الرياضه؟ ان شاء الله اطلع مدرب باذن الله. مدرب برضو في النادي العجوزه؟ في النادي او بره مش مهم، بس المهم ان ناخد شهاده التدريب ان شاء الله، دوره التدريب. يعني اهم حاجه دوره التدريب. طب كبطولات عالميه؟ خدت جمهوريه بس دي من وانا عندي 8 سنين. بطولات عالميه يعني طموحك مش تبقى بطل عالمي يعني؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله، بس بعد دوره التدريب عشان اهم حاجه دوره التدريب. ما هي لازم عشان نخش البطولات دي. احنا بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله رب العالمين. الف شكر يا كابتن. شكرا. وبنلتقي ايضا مع احد ابطال الكاراتيه، نتعرف فيك. بلال صابر طه. بلال، مارس كاراتيه من امتى؟ من حوالي 8 سنين. 8 سنين وما شاء الله حققت الحزام الاسود يعني. كان في صعوبه لغايه ما وصلت الحزام الاسود؟ كان في صعوبه جامده قوي يعني. من 2004 لسه عندي بني. اخدت الاسود وانا في 2011 كده. يبقى فاضل الحزام الدموي بقى اللي هو الاحمر، اخر حزام يعني. لا هو ما فيش حزام احمر. لا لا في الدموي ده بياخدوه يعني بس. لا ده كباتن بقى. يعني في اهو يعني في حزام. طموحك انك توصل للحزام ده الدموي؟ والله لو ربنا كرمني، بس انا مع الاجتهاد
بس انا دلوقتي ساعي عشان بطوله الجيزه، بعديها بطوله الجمهوريه، دوره تدريب ان شاء الله بعديها. البطوله اللي انت اخدتها وحسيت ان انت تعبت فيها فعلا، ومفروض يعني ما كنتش هتفرط فيها، فربنا وفقك واخدتها. هي بطوله المديريه السنه اللي فاتت دخلتها الحمد لله، خدت مركز اول. كانت بالنسبه لي اول مركز اول اخدها، كانت حلوه ان شاء الله الحمد لله. الرياضه بقى من خلال شاشه قناه صحتي بتضيف ايه للصحه؟ نقولها للساده المشاهدين. زي ما قال عبد الرحمن شويه، نفس دي اهم حاجه، الدفاع عن النفس، ان انت يكون عندك جرأة ان انت تدافع عن نفسك ضد اي حد، دي اهم حاجه. تناسق الجسم. تناسق الجسم طبعا، لكن اول حاجه دفاع عن النفس. يعني انت داخل عشان دفاع عن النفس فقط؟ ليه؟ احنا مش في حرب. لا يا برضه يعني انت بتمارسها رياضه ولا دفاع عن النفس؟ بتقابلك حاجات كتير برضه. ما هو الرياضي برضه الرياضي بيبقى عنده حته ضبط النفس اكتر، يعني خاصه لاعب الكاراتيه اللي انا اعرفه، ده لاعب الكاراتيه بيبقى عنده حته ضبط النفس، مش داخل ان هو يعني هيدافع عن نفسه وخلاص، يعني انا عايز احقق بطولات والى اخره. لا هو انا اقصد اهم حاجه بالنسبه لي. بالنسبه لك احنا بنتمنى لك التوفيق، وكلمه اخيره توجهها لمين؟ والله يعني لكل الناس، بالذات للمدخنين، تقول لهم ايه؟ بالذات يبعدوا عن التدخين ويتجهوا للرياضه شويه. بنتمنى لك التوفيق، وننتظر منك بقى الحزام الدموي، وننتظر منك بطولات، بس قبل الدفاع عن النفس البطولات لمصر وليك ان شاء الله. ان شاء الله. في كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحة هيقول كلام، والرياضة كمان. انتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة في صحتك في لعبتك.